ازيكم؟ انا عندي اخو جوزي معاق شكلا وهو مريض، بس جوزي متعلق باخوه ده قوي. والصراحة انا بقرف قوي من تصرفاته، لان هو بيعمل حاجات الصراحة انا ما بقدرش استحملها، وده طبع فيا وجوزي عارف ده كويس. يعني مثلا لو انا شفت حاجة في الشارع وقرفتني بجيب اللي في معدتي، وممكن اقعد باليومين 3 ببقى قرفانة من الموضوع ده. المهم جوزي لازم كل يومين يجيبه يبات عندنا ويمشيه تاني يوم. انا الصراحة بخاف عشان خاطر ان انا بقرف ان ممكن بالليل يقوم يحط ايده مثلا في الاكل اللي موجود في التلاجة او حاجة، بفضل سهرانة لحد بعد الفجر عشان خاطر ممكن يعمل ده. هو اخرس ما بيتكلمش، ولكن هو فاهم يعني ايه مية، يعني ايه اكل، يعني ايه دخول الحمام، يعني خروج، يعني نزول. ده فاهمه كويس جدا. انا الصراحة فهمت جوزي بكذا طريقة وباسلوب راقي ان الموضوع ده فعلا تعبني نفسيا، وهو عارف ده كويس. يعني مثلا انا اسفة في اللي هقوله، احنا ممكن نبقى قاعدين ويفضل يتكرع ويفضل يطلع في روايح مش ظريفة، وانا بتعصب وبتعب نفسيا جدا، وجوزي كل اللي عليه يقول لي ما تبصلوش. وكمان بقى فيه عادة ان هو بيحب يتفشخر ان هو بيعطف على اخوه عشان خاطر يسمع من الناس ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك، الكلام ده. لو تعرفوا ان انا بعامله كسيس سيد ازاي، كما الكتاب ما بيقول، هو لو بيراعي مشاعري كان على الاقل المفروض ان على الاقل ان ما خلاهوش يجي كل يومين 3. وصلت معاه قرار ان على الاقل لو هتجيبه مثلا يجي يتغدى يقعد ساعتين ياخد واجبه ويروح تاني. ولكن جوزي كأني ما قلتلوش حاجة، هو عايش مع أبوه وأمه وأخوه في بيت عيلة. يعني لو هو مثلا ما عندوش حد يرعاه كنا قلنا ماشي، بس أنا معرفش بقى هو جوزي متعمد يعمل الموضوع ده ليه. أنا عارفة والله العظيم اللي أنا بقوله ده ممكن يضايق حد، بس ده طبع فيا وأنا ما بقدرش أستحمل ده. أنا فعلا ما بقدرش أستحمل لأن هو بيعمل حاجات أنا ما بقدرش أتجاوزها، وجوزي ولا كأنه شايف. فهل يجوز مثلا آه، إن أنا ما بقاش مجبرة إن هو يجيبه يقعد عندي في البيت، ولا المفروض ان انا اعمل ازاي؟ فاتمنى من حضرتك ان حضرتك تقول لي والناس اللي عندك تساعدني في الحاجة اللي انا شايفاها تعباني نفسيا دي. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تشارك الفيديو وتقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خليني اكلمك بكل وضوح. انا عارف ان الموضوع ده ممكن يكون انت ملكيش ذنب فيه، يعني موضوع ان انت بترجعي وبتعرفي دي حاجة عندك. يعني ممكن نقول ان ده مرض مثلا فيك. اعتبري بقى المرض اللي عندك ان انت بتقرفي ودايما بترجعي وبتجيبي اللي في بطنك. هو برضو ربنا خلقه كده، يعني هو اكيد ما بيعملش كده عشان يغيظك. وفي نفس الوقت في ناس بتوصل بيها الحال ان لما تكبر في السن تبقى نفس الفصيلة دي كده اهو، وبتحتاج ان حد يرعاها. خلينا نقول مثلا لو انت فضلتي ان انت على الحال ده ان انت بتقرفي منه، ممكن ربنا مثلا لعل وعسى عشان شايف ان انت الحاجة دي بتقرفي منها او بتتضايقي منها يجيب لك طفل كده، وانت ساعتها مش هتقدري تعملي ايه، مش هترمي ابنك. وعايز اقولك على حاجة كمان افضل، بغض النظر عن ان انت بتقولي ان هو بيتعالى او ما بيتعالاش، انت المفروض تفرحي ان جوزك مش رمى اخوه برغم كل اللي انت بتقولي على الحاجات اللي فيه دي، وهو مع ذلك مبسوط وفرحان ان هو موجود. هو بقى بيعمل ده بيدعي ده، ولكن هو بيعمل حاجة ربنا هيحاسبه عليها. انا شايف من وجهة نظري خالص المتواضعة جدا ان انت بتقولي ان هو بيجي بيقعد مثلا عندك يوم وبيبات وبيمشي. اعتبري ان انت الحاجة دي بتعمليها لله، بغض النظر عن ان انت بتعاملي جوزك كأنه السيد والكلام دوت. ولكن اعتبري دي تحسبا لله، واكيد ربنا هيحاسبك عليها وهيديك الاجر والثواب. جزئيه بقى ان انت بترجعي والكلام ده، حاولي تتقبلي الوضع. يعني مثلا يعني تعملي حاجه ما تلفتيش انتباهك بيه. وفي نفس الوقت اكيد انت مش مجبره، ولكن انت بتقولي لو هو ملوش حد يرعاه كنا قلنا ماشي. انت بقى مش قادرة تتحمليه يوم، يعني تخيلي مثلا لا قدر الله ان مفيش حد فعلا، انت هتعملي ايه؟ انت هتبقى مجبرة ان هو يفضل عايش معاكي، او على سبيل المثال ان هيجيب مثلا حد ان هو يرعاه.
ولكن هو الأولى لأن ده أخوه مش هيخلي حد غريب. يعني أنا مش عارف الصراحة أجيبها لك إزاي، ولكن إحنا معرضين إن إحنا كلنا ممكن نبقى كده يعني. وأكيد طبعًا الناس هتقول لِك رأيها، لإن أنا حاجة زي دي الصراحة أنا باشوف إن هي يعني بالعكس ده الناس اللي بتبقى زي دي هي ممكن يبقى سبب إن دخولِك الجنة. وأكيد الناس هتكتب الكومنتات بتاعتها، وأنا أكيد هارُد على الناس في الكومنتات، وربنا يهدي.